كتير تقول طب ما هو لو توكسيك ومؤذي كده هي مش عايز تمشي ليه؟ في حد داخل مش بشخصيته، صح. في حد اتلخبطه جدا هو كده. طب ايه العلاقات الصحيه بقى؟ ادمنت الشكل ده، يس. ادمنت الشكل ده ليه؟ لان مش في علاقة مع الشخص، أنا في علاقة مع الحالة اللي الشخص عاملها لي. اسهل حاجه نتعرف عليها هي العلاقات المؤذيه، اصعب حاجه هي الخروج منها. ناس كتير تقول طب ما هو لو توكسيك ومؤذي كده هي مش عايز تمشي ليه؟ لان العلاقه اصبحت علاقه ادمانيه. عارفه يعني ايه علاقه ادمانيه؟ يس. يعني ان هو عارفه مدمن القمار. مدمن القمار بيكون هو عارف ان هو يعني ايه، مش بيكون متاكد 100% انه هيكسب، ولكن هو دايما بيراه انه انا ممكن اكسب. حته المفاجاه اللي بتجيله دي، انا هكسب امتى؟ هو ده بالظبط الشخص العلاقه اللي هي بتعمله مع الشخص النرجسي او العلاقات المرهقه. هو بيكون عارف جدا ان هي علاقه مؤذيه، وعارف جدا ان هي العلاقه دي توكسيك. يعني انت مثلا لو سالتيني ايه مثلا ممكن يكون شكل العلاقات المؤذيه، هقول لك اسهل حاجه نتعرف عليها هي العلاقات المؤذيه، اصعب حاجه هي الخروج منها. طبعا. يعني هي انت بتكوني ان هي عارفه، هي جايه لك كده الجلسه ان هي في علاقه مؤذيه، ولو اتكلمت مع اي اتنين في الشارع هيقولها بصي انت دي هي علاقه بتبقى مؤذيه، قدامها كل الريد فلاجز كل وتبقى الريد عارفة بس مش عارفة فلاجز، تخرج. ولكن هي ادمنت الشكل ده. يس. ادمنت الشكل ده ليه؟ لان صاحب الامر ده هو بيعرف يطلعها سابع سما، بيعرف يغذيها جدا جدا من عقده النقص اللي عندها. وات ايفر ايه النقص اللي عندها ده، نقص هي حاسه ان هي مش جميله، فلو قال لها انت جميله وقد ايه مبهره وان انت، هيغذي ده. وانس ان هو عرف عقده النقص عندها ان هي دايما لوحدها ومفيش حد معاها، فانا اللي في ظهرك في مواقف معينه، هو بيغذي نقطه معينه، بعد كده بيرميها على الارض مره واحده، يختفي، يتجاهل، يعلق على شكلها كتير بعد ما كان بيمدح في قد ايه جميله ومستمعه. لو هي اتكلمت اذا انت نكديه وبقيتي وحشه. فهو العلاقه دايما اللي انت مش عارفه فيها اللي هيجيلك منها السعاده امتى، دي بتتحول لعلاقه ادمانيه. انا حسيت ان هو عارفه المدمن ان هو في عز الوجع والحزن قام اخد كده اللي هو الجرعة الادمان، بتاعته. الجرعه بتاعته، يحس ان هو بالانتشاء وان هو في اعلى نقطه. فالعلاقه اللي هي فيها الشكل ده تحول لعلاقه ادمانيه، ما اقدرش اسيبه. انا دايما متشعلقه في شويه الامل اللي بيجيلي منهم، شويه الامل اللي هو هيحن عليا ويظهر تاني امتى، لان ده بيدي لي معنى انا ان انا كده متشافه، ان انا كده محبوبه، ان انا كده ليا قيمه. لكن لو مشيت من العلاقه، ايه ده؟ يعني انا كده خلاص سهل عليا ان هو يسيبني كده، سهل عليا ان انا اتساب. ده هيولد لي ان انا كده ما كنتش ليا قيمه، ان انا كده كنت سهل عند الشخص. لكن طول ما هو احنا بنلاعب بعض، او هو شويه ان هو يكون معايا، شويه ان هو ما يكونش معايا، بكون راضيه جدا بالفتافيت اللي هو بيرميها لي، عشان ده بيديني اثبات لنفسي ان انا بص اهو بيحاول، اهو بيعمل حاجات عشاني، فهماني؟ ولكن دي كلها مسكنات وهمية. طب ده بقى هيخليني أسألك سؤال تاني، اللي هو إزاي أقدر بقى أعرف إذا كنت أنا فعلا في حالة حب مع شخص معين، ولا في حالة الإدمان اللي بتقولي عليها، إن أنا دلوقتي بحب الوضع اللي أنا فيه، هرمونات طالعة وهرمونات نازلة، الموضوع كله إثارة، لكن أنا ما بحبوش. صح. أنا مش في علاقة مع الشخص، أنا في علاقة مع الحالة اللي الشخص عاملها لي. فإيه بقى أعرف إزاي؟ حلو قوي. خليني أقولك عشان أترجم وأقول كلمة علاقة حب وعلاقة، نشوف هي احنا بقالنا مدة قد إيه. يعني معظم اللي بيجي وبيتكلم ان انا كنت في علاقة، والاقيهم دخلوا في العلاقة سريع جدا 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 جدا، بيتكلموا كتير، على طول بيخرجوا، على طول في بينهم اول اسبوع اول اسبوعين، فاقول لها انتوا لحقتوا تعملوا كل ده؟ هو متعمد ان يكون شكل العلاقة تكون بالرتم السريع ده، بالامر ده. لكن انا دلوقتي لو في علاقة صحية، خلينا نفترض ان هي علاقة صحية وان ده شخص كويس وده شخص تمام، هل ده آلاء معناه ان هو ما يكونش فيه مشاكل او ان هو يكون فيه كذا؟ لان احنا برضو، ما انا لو عندي تراست ايشوز ممكن اخد اي مشكله اهو ده شخص وحش، انا كان قلبي حاسس ان انا هقع مع شخص مش كويس. لا، في مشاكل، ولكن في وقت المشكله الشخص ده بيتعامل معايا ازاي؟ الشخص ده بيعترف بمشاكله وانا بعترف بمشاكلي، ولا بيفضل دايما بنسميها كده ان هو بيعمل جاز لايتنج، او بالمصر او بالبلدي كده بيقلب عليا الترابيزه؟
هو دايما بيشككك في نفسك، دايما انت اللي حساسه زياده عن اللزوم، انت اللي اوفر، انت اللي كذا. لكن لو انا شخص سوي وفي مشكله ومع علاقه صحيه، هسمعك الاول، هبدا ان انا افهم انت حاسه بايه، وخلاص انا هظبط المشكله دي، خلاص نحاول نلاقي حلول. فاهماني؟ لان احنا بعض الناس اتلخبطوا جدا، هو كده طب ايه العلاقات الصحيه بقى، او العلاقه الصحيه دي لازم بقى دي حاجه علاقه لا تشبهها شائبه، لازم يكون لا. العلاقة الصحية بيكون فيها مشاكل، بيكون فيها دايما فجوة كده، لازم ان انا احاول ان انا اكملها. العلاقة دايما بتقوم ان هو فيها مشكلة، فيها نزاعات، ولكن احنا الرتم العام او مدة العلاقة دايما في بينها تفاهم اكتر، في بينها تصالح اكتر، فيها احترام لبعض. احنا عارفين مشاكلنا كويس، بس ما بنطلعهاش على بعض، ما بنسقطهاش على بعض، مش كل واحد عمال بيرمي مشاكله على التاني. فاهماني؟ معنى كده ان مفيش حاجه اسمها حب من اول نظره بقى؟ مفيش الكلام ده؟ مع علميا ما فيش مفيش الكلام ده. ممكن ان راحه، ممكن ان انا اكون مرتاحه للشخص ده، لكن حب من اول نظره، اصل عارفه يعني ايه حب؟ حب ده يعني انا شفت كل مساوئ اللي قدامي ومزايا اللي قدامي وكل حاجه عني، وقررت ان انا احبه. يعني معنى اذا كده ان انا مش هينفع احكم على علاقه او احكم على شخص من غير ما اكون شفت الاختلافات وتصالحت معاها. يس فلو جدا. انا دخلت في علاقه وما حصلش اي خلاف، لان ده موقف انا شفته، فتره علاقه 6 شهور مثلا، انا ما شفتش من الشخص ده اي حاجه وحشه، كل حاجه كانت بيرفكت، كل حاجه كانت تمام، ده ريد فلاج على فكره. صح ده مش معناه ان انا لقيت توأم روحي، صح. انت ده معناه انك انت it's too good to be true. انت اكيد مخبي حاجه، اصل مفيش حد بيمشي كده الا لو هو راسم خطوته 100% وبيداري على عيوب. فلو شفت الشخص البيرفكت ده ريد فلاج. فلاج، ولكن عشان الناس برضو ما تقولش ايه طب انا الحلو مش عارف، برضو نبين لهم الامر ان هو مش بيكون بالشكل ده. انت تتكلمي عن حد 6 شهور في علاقة متواصلة ومفيش اي مشاكل ومفيش اي حاجة، وان هو ظاهر لك بصورة بيرفكت جدا. ان الطبيعي احنا 2 شخصيات مختلفة. اكيد هختلف معاكي في وجهة نظر، اكيد هقول رأيي في حاجة معينة انت هتكوني ما فيش رأي في يعني رأيك مخالف ليها، اكيد هيحصل ما بيننا كلاش. يعني هو الريتم العام اللي انت بتقولي ان هو لا، هو الهدوء التام، ان شكل العلاقة يا اما في حد مننا فيك، يعني بالظبط، يعني مش لازم ان هو انا اكون نرجسي او كده، او في حد فيك، في حد داخل مش بشخصيته، انا ماشي الدنيا وخلاص. فاهماني؟ انا كان عندي بنت انا بقالي سنة معاه، هو كل حاجة حلوة بطريقة تخوف. ده العوض. فده بقى العوض. طب انا عندي تراست ايشوز ولا ايه؟ وهي بتحكي لي عن انماط يومها وانماط حياتها، انا عرفت ان في حاجة غلط. بس انا عرفت ليه؟ أنا قلت لك إن هو الحب لازم يشمل على التقبل، ولكن في فرق بين أتقبلك كلك على بعضك بمجموعة بكل حاجة، وإن أنا أكون بمثل عليك التقبل إن في حاجات معينة ما كانش المفروض أتقبلها. صح. يعني المفروض إن هو أنا أتقبل إن أنتي هي على طول بتكلموا بطريقة ممكن تكلموا بطريقة متمادية، ممكن إن هي تعمل بعض السلوكيات غلط، ولكن هي بقى يعني المفاجأة اللي هنلاقيها الشخص هو الشخص ده في العلاقة دي كان أخدها للإيه؟ لمتعة معينة. العلاقة إن أنا عايز دايما ما فيهاش دوشة، لسه هصحح لها واتكلم واعمل، هيقولك جسوت بقى اكتشفنا ان هو اصلا خاطب اساسا وخلاص بيتجوز. انت متخيلة؟ هو اصلا في علاقة تانية، هو بس الوقت اللي هو معاه فيها ان هو إيه يخرجوا يهزروا ويجيب لها حاجات، متقبل كل حاجة فيها، ما بيفتعلش اي مشاكل، هو عايز العلاقة الهادية الجميلة فليها دي ليها غرض معين. لكن ليها غرض لكن مش علاقة صحيحة أو سليمة. لكن لو أنا عايزك فعلا، ولو أنت تهميني فعلا، هتلاقي فيه إنه هو كل واحد بقى على طبيعته، كل واحد بيدي الوش الحقيقي للتاني. أنا هو هتتقبلني بده ولا؟ وده مش معناه ان هو مش هتغير، في قدر من التغير. يعني ايه قدر من التغير؟ انا لما اقابل شخص في حياتي وابقى شخصيه معينه، هو ممكن يشاور لي على بعض الحاجات اللي فيا من الكويس ان انا اعدلها، ما دام هو انا مش جاي يتحكم فيا، يعني حاجات هتبقى مناسبه معاه، طريقه تفكيره هو بتوصل له بطريقه معينه، تعاملات عندي بتأذيه بشكل معين، فانا خلاص بحاول انا اعدل الامر ده. يعني هو في قدر من التغيير، مفيش حته ان هو انا كده وخدني كده.
في قدر، ولكن هو ايه، مش كل حاجه في حياتي مش عاجباه، مش كل حاجه بيعلق لي عليها، مش كل حاجه الامر اصبح تحكم، فهماني؟ فهي دي كلها ايه، بتكون يعني عوامل او بوادر كده تبين لك العلاقه. لك سؤال بقى دلوقتي، انا ايه الحاجات اللي بتخلي العلاقه تبقى ناجحه؟ ان انا اكون مرتاحه في العلاقه دي، ولا يكون في بينا تفاهم، ولا يكون في بينا توافق، ولا كله مع بعضه؟ انك تكوني فاهمه نفسك. صح. انت لو فهمتي نفسك هتكوني عارفه تختاري صح. صح. لو ما فهمتيش نفسك عمرك ما تختاري صح. صح. عمرك. وهتيجي تشتكي من انا ليه بختار غلط، او انا ليه بقع في الامر. انت مش فاهمه نفسك. الانسان دايما بيختار بعقده، بنواقصه، باحتياجاته. انت لو ما فهمتش ايه عقدك، ايه نواقصك، إيه احتياجاتك، هتفضل في نفس اللوب دي. فيعني في حتى كان بيقولك ايه، اعرف نفسك لكي تعرف ربك. ان انت لو ما عرفتش نفسك مش هتعرف ربك. تخيلي بقى انت ما عرفتيش نفسك مش هتقدري تديري حياتك. صح. فهماني؟ فانا لو عارفه نفسي كويس هكون عارفه حدودي، عارفه ايه اللي اتقبله وايه اللي ما تقبلوش، عارفه قيمتي، عارفه ان انا مش هقبل بفتافيت الحب ده، عارفه ان الطريقه اللي انت بتعاملني بيها دي طريقه متماديه، وان انت كده بتقل مني وده ديسريسبكت. هبدا ان انت لما تلعبني وتقولي لا انت اوفر وانت كذا، هبدا ان انت وتدخلني يمين وشمال ارجعك لنفس النقطه. لا، اللي انت عملته ده مش مقبول ليا، كل هدوء، واللي انت عملته ده كذا. فاهماني؟ لكن اللي في علاقه بتكون بقى مش صحيه، مش هتلاقي كل اللي انا بقولك عليه ده. اذا افهمي نفسك، اعرفي نقاط قوتك كويس، نقاط ضعفك حاولي تحليها، هتلاقي ان الامور انت يعني باي ديفولت كده هي مش عارفه تحترمي نفسك وتحترمي العلاقه، عارفه ان يكون في تفاهم، عارفه تختاري صح. غير كده مش هنفهم حاجه وهنفضل في نفس اللوب للأسف. هو ده الاساس اصلا. صح. وهنا بقى هسألك سؤال هو ممكن يكون صعب شويه، وصعب ان احنا نتكلم فيه في البودكاست، بس ممكن ندي نبذه عنه. ازاي اعرف نفسي؟ يعني احنا دايما على طول بنسمع الكلمه دي، لازم تعرف نفسك. في ناس بتفضل عايشه عندها 20 30 60 سنه ومش عارفه نفسها، مش عارفه نفسها. تعرف نفسها ازاي؟ بصي، احنا لو تطرقنا في الامر ده البودكاست ادينا بس يس. نبذه. ولكن تعرفي نفسك هي رحله، مم. وهي مقدار من الوعي. يعني هل أنا متصالحة مع نفسي enough إن أنا بشوف نفسي صح، ولا بحط شماعات على طول، ولا أنا دايما واقعة في عقلية الضحية، ولا دايما شايفة إن معظم الناس وحشين وأنا الكويسة. دايما لو في حد، أو ممكن يكون في ناس كتير وحشين في حياتك، ولكن إيه النقطة اللي عندك اللي محتاجة تعديل؟ إيه النقطة اللي بتجذبك أنت ليهم؟ ممكن يكون مش حاجة سيئة، ممكن يكون إن أنا شخص يعني بيسمح للآخرين إن هم يتعدوا حدوده من غير ما أوقفهم عند حدودهم، من غير ما أقول رأيي، من غير ما أعبر. إذن أتعرف عن نفسي. على فكرة إحنا بنتعرف على نفسنا من خلال الآخر. يعني العلاقات هي أكتر حاجة بتعرفك على نفسك. مظبوط. بتعرفك على نقط ضعفك ونقط قوتك، وأنا محتاجة أشتغل على إيه ومش محتاجة أشتغل على إيه. طفولتك بتعرفك على نفسك، قعدتك مع والدك ووالدتك أو طبيعة العلاقة بتعرفك على نفسك. لازم تقعدي مع نفسك وتكوني عارفة، هو أنا واثقة في نفسي ولا أنا مهزوزة؟ هو أنا كلمة بتوديني وكلمة بتجيبني؟ مظبوط. بفرح قوي لما حد بيشكر فيا، وبزعل قوي لو حد إن هو قال لي كلمة. دي كلها مؤشرات إن أنت تكوني عارفة نفسك انت على ايه. اعرف قيمي. الشخص اللي ما يعرفش قيمه يبقى شبه البندول كده. فاهمه؟ اعرف قيمي هي ايه، انا قيمتي عند نفسي ايه القيم اللي انا ماشيه فيها بحياتي. هل انا صادقه فعلا مع نفسي؟ هل انا عندي قيمه للحريه، للصدق، للاختيارات بتاعتي شكلها عامل ازاي؟ ايه الحاجات اللي بتحركني؟ ايه المعنى اللي انا عايشاه في حياتي؟ إن خطيرة جدا وبتوقع الناس كلها في علاقات مؤذية. العقل مبرمج إن هو يلاقي لنفسه هدف ومعنى. مظبوط. لو انتي مالكيش معنى أو مش حاطة لحياتك معنى وهدف، هتتوهي جدا. هتبحثي عن منقذ مش شريك. دايما هتقعي في فخ العلاقات. انت بتبحثي عن حد ينقذك من ده، حد بينقذك من الحياة الوحشة اللي انت عايشاها والملل والخواء النفسي ده. فانت هنا هتقعي في الفخ ده. لازم تخلقي لنفسك معنى. لذلك في عالم نفس بيقول ان هو ان البحث عن المعنى، او ان انت تكوني مش لاقيه المعنى بتاعك، هو اشد إلاما من ان انت ما تكونيش لاقيه السعاده.
فاهماني؟ مظبوط. ان هو دي بتكون حاجه خطيره جدا. مم. لذلك من نوع من انواع العلاج النفسي على فكره هو العلاج بالمعنى، ان مم. احنا نخلق للشخص حياه واقعيه ومعاني ان هو يكون عايش عشانها، ما يكونش مش يكونش عايش حياه عبثيه، بينام زي ما بيصحى، زي ما بيخرج، بياكل ويشرب وينام، هو مش فاهم نفسه، هو مش مم. فاهم اي حاجه في اختياراته. لذلك العلاج النفسي انا بشوفه مش رفاهيه ابدا نهائي. اكتر ناس في الجلسات عندي لما بنكون في نص المرحله او في اخرها، والله العظيم اول جمله بتيجي: دكتور هو في ناس ازاي عايشه من غير اللي احنا بنقوله لبعضه ده؟ مظبوط مظبوط. ازاي انا ما كنتش انا لو كنت اخده الرحله دي معاكي قبل كده وفترات انا كان حياتي هتتغير في حاجات كتير. وناس تانية تقولي هو المفروض الحاجات دي تدرس في الكتب، كان انا ازاي انظم مشاعري، ازاي اعرف حدودي، ازاي اعرف ان اللي قدامي ده بيتمادى ولا لا، ازاي افهم نفسي. فحته ان هو سواء العلاج النفسي او الثقافه النفسيه، انت ما عندكش مقدره ماديه لده، اتثقف، اسمع البودكاست، اتفرج على حاجات، اقرا، كل حاجة موجودة. فحتة ان انت تعرفي نفسك مش رفاهية ابدا لا ابدا عند اي ابدا. حد، لازم تديها اولوية لده. لان هي الفكرة اصلا انا مش فاضية، انا عندي دايما شغل، انا دايما الحياة لهياني. لا حضرتك، انت مش مدي لنفسك اولوية. صح. انت لو مدي نفسك اولوية هتكون، طب اصل السيرابي ستيشن غالية قوي، وتلاقيها تاني يوم راحت عملت شوبينج ب10,000 جنيه. فاهماني؟ لا انت مش مدي لنفسك اولوية، مش شايف ان انا هستثمر في الحتة دي تكون بناءة ليا. فاهماني؟ هي اهم علاقه هي علاقة البني آدم بنفسه. هو ده سبب السؤال بتاعي، صح إن إحنا عايزين نوصل في الآخر يا جماعة إن لو أنت عايز تبني علاقة سليمة، هي أهم علاقة هي علاقتك بنفسك، علشان تقدر إن أنت تبني علاقة سليمة مع الآخر. عارف سبب العلاقة دي إيه، هدفها إيه، أنت دخلت العلاقة دي ليه. ما تسمحش لحد إن هو يخليك ضحية في الأجندة بتاعته أو في القصة بتاعته. صح جدا. والشخص الوحيد اللي تقدر تغيره في الحياة دي هو انت، بالظبط مش اللي قدامك خالص. بالظبط. ولو عرفت يعني، فهو الشخص الوحيد اللي تقدر تغيره في الحياة دي كلها هو انت، مظبوط. مش غيرك ابدا.